بني القصر بأمر من السلطان العلوي مولاي إسماعيل، رغبة منه في تحقيق الاستقرار والأمن في مدينة بني ملال. تعتبر مدينة بني ملال من المدن الجبلية التي استطاعت جذب الآلاف السياح الباحثين على الطبيعة الخلابة والهدوء، وتتمتع بمناخ صحي معظم الشهور السنة. على ذلك تميزت بعرقتها التي لا زالت بعض البنيات المعمارية شاهدة لها بذلك. مع غروب الشمس وسط الجبال الأطلس المكسية بالثلوج في وقت الشتاء وفي وقت الربيع، وأنت بقصر بني ملال، تلفت انتباهك كثافة الأشجار الزيتون التي تحجب عنك المنازل المدينة أحيانا، ومع نقص حركة الضجيج تسمع خرير المياه النابعة من عين أسردون. أول ما يلفت انتباه زوار المدينة هو تلك البنية التاريخية المخبأة بين الأشجار الزيتون في أعلى جبال بني ملال، والمعروفة بقصر مدينة بني ملال أو قصبة بلكوش، التي يعود زمن تأسيسها إلى القرن السابع عشر. يستقبل القصر زوار داخل المغرب من المدن المختلفة، كما يستقطب سياحا من كل بقاع العالم، خاصة دول أوروبية، لما يعرف على مجتمعاتها من الحب للسفر والطبيعة والتاريخ، وهو ما تتميز به المدينة بقصرها الشامخ على الجبال. حين تتأمل هذه البنيات المعمارية للحظة، تتخيل نفسك أمام إحدى الحصن التي دفع فيها المقاومون الاستعمار كما في الحكايات القديمة. وأبعد من هذا، قد يذهب بالك أو خيالك أن تتخيل أنك إحدى السلاطين العصور الغابرة، وأنت ترى المدينة بأكملها من إحدى الجوانب القصر. والحقيقة أن القصر بني من الحجر بأمر من السلطان العلوي مولاي إسماعيل سنة 1288 على علو 2274 متر، رغبة منه في تحقيق الاستقرار والأمن في مدينة بني ملال، وكذلك من أجل الرؤية كل ما يجول في المدينة. عرف قصر عين أسردون عملية ترميم عديدة بفترة الاستعمار، وكان آخر ترميم عرفه سنة 2008 من طرف المجلس البلدي للمدينة بني ملال. أصدقائي، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والضغط على زر الاشتراك بالقناة للمزيد من التألق إن شاء الله.